هل تعلم أن المغرب يملك أفضل سجل في ركلات الترجيح من أي دولة عربية؟ 6 انتصارات من 7 مواجهات في البطولات الكبرى منذ 1996. في كأس العالم 2022 وقف ياسين بونو أمام إسبانيا في ليلة تاريخية. الكرة تحلق نحو الزاوية، لكن القفازات المغربية كانت هناك. السر لا يكمن في الحظ، بل في التحضير. مدربو الحراس المغاربة يدرسون أنماط اللاعبين لشهور قبل البطولات. ملاحظات مفصلة مكتوبة على القفازات، خرائط ذهنية لكل ضربة محتملة. بينما الفرق الأخرى تعتمد على الغريزة، المغرب يعامل الترجيح كلعبة شطرنج. كل حركة محسوبة، كل قفزة مدروسة. هذا النهج العلمي يعود لفلسفة تدريبية توارثتها الأجيال. في المغرب ركلات الترجيح ليست مقامرة، إنها فن الانتصار المحسوب.